ازيكم، اهلا بيكم. هتجيبي اي كتاب عندك قديم. انا كان عندي كتب كتير قديمه كده، اخترت كتاب حجمه صغير شويه. شلت الجلده اللي قدام، وبعدين تشيلي الجلده اللي ورا، وتاخدي 20 ورقه لوحدهم. دول كده 20 ورقه. وبعدين هتاخدي زيهم تاني 20 ورقه. يبقى الفانوس هيبقى عباره عن 40 ورقه، تقسميهم 20 و20. ال20 ورقه الاولانيين هنتنيهم كويس جدا كده بالنص بالظبط، وتضغطي عليهم بأي حاجة تقيلة عندك. أنا عملتها بالمقص كده، وكان في ناحية منهم الورق كان لازق في بعضه. آه، قصيت الحتة اللي لازقة دي بحيث ان انا اعرف افرط الورق من بعضه. بس كده، عشان كل ورقة تبقى منفصلة لوحدها. تمام. نضغط عليهم كويس جدا برضو، ونعمل نفس اللي عملناه في ال20 ورقة التانيين. هنقص المكان اللي لازق فيه الورق في بعضه، بحيث ان هو يبقى مفتوح من الناحيتين. وبعدين نتنيها بالنص زي ما عملنا في الورق الاولاني. هنا كان اتفرط مني فرجعته تاني عادي جدا. تنينا الورق بنفس الطريقة هنا، وهنضغط كويس جدا بأي حاجة تقيلة على الورق كده بالنص. هنحط اللي عملناهم دول الاتنين جنب بعض كده بنفس الطريقة دي، وهنجيب اي خيط عندك، اي خيط. انا كان عندي السكوبي دو ده. هتعملي هتدخليه في نص الورق من الناحيتين كده، بحيث ان انتي تربطيهم مع بعض ربطة كويسة جدا. تربطي كويس جدا كذا ربطة، بحيث ان هو لما نقعد نشتغل في الفانوس ما يتفكوش. انا هنا كنت بحاول اظبطها ان هي الرباط يبقى في النص بالظبط. ربطت كذا ربطة، وبعدين بحاول اداري بس اطراف الخيط كده، ان انا بدخلها جوه والفها كذا لفة جوه كده مستخبية، علشان ما تبقاش بس باينة بره. بس طبعا التقفيل مهم جدا، الفينيشنج على رأي من قال. وكده بقى دي البداية. هنعمل بقى بعد كده؟ هنقسم الورق ده 3 اماكن متساوية. انا هنا استخدمت ايدي، يعني ان انا بقيس مسافة متساوية بالويم كده. ممكن تعمليها بالمسطرة لو حابة ان هي تبقى مظبوطة اكتر. فهنا عملت خط كده او علامة بالمقص، بحيث ان انا هقص كل الورق. واخلي بالي ان انا ما اقصش للاخر، علشان ما اجيش عند الخيط اللي انا ربطاه ده، لان لو اتقص مني خلاص كده الفانوس باظ. فانا مش هقص لحد الاخر، انا سايبه في النص عند المكان اللي فيه الخيط. ما اجيش جنبه خالص بالمقص، يعني الورق بيتقص بس مش لحد الاخر. كده بنفس الطريقه دي قسمته على 3 قطع هيكونوا متساويين، وبقص بس ما بجيبش المقص لحد الاخر. هعمل كده في الورق كله. انا كنت هنا بجيب شويه شويه، بحيث ان ما يبقاش المقص يعني يبقى صعب في القص وانا بقصه. فكده زي ما انتم شايفين كده الفانوس بقى عباره عن عن 3 اجزاء. هبتدي اتني الجزء اللي فوق ده بمثلث بالشكل اللي انا عاملاه ده. تمام. مثلث صغير يكون اللي هي زي تبقى راس الفانوس بمعنى اصح يعني. هتنيها الورق، اتني نص الورق بس، نص الكمية هتنيها على الناحية دي، ونص الكمية التانية هتنيها على الوش التاني. واضغط كويس قوي كده على المكان اللي انا بتني منه. الجزء اللي في النص ده هتنيه بالطريقة اللي موجودة عندكم في الفيديو كده، مثلث كبير شوية. نهاية يعني الزوايا بتكون قصاد بعضها كويس جدا، عشان يرسم شكل الفانوس زي ما هتشوفوا في الاخر. زي دلوقتي كده الزوايا بتبقى قصاد بعضها مظبوطة. واضغط كويس جدا مكان ما انا تنيت. هنا كنت بحاول اظبط الزاوية بحيث ان هي تبقى يعني بتقابل الزاوية بتاعة المثلث اللي فوق. وبضغط كويس جدا عشان ده هيسهل عليا وانا بفرط الورق من بعضه. عملت في القاعدة بتاعة الفانوس نفس الحكاية. تنيت نص الورق، نص كمية الورق على الاتجاه ده، وضغطت كويس جدا بظهر المقص كده.
هقلب الفانوس الناحية التانية تحت، بس كنت بظبط المثلثات اللي انا تنيتها، وابتدي اتني على نفس المقاس اللي انا تنيت عليه تحت. انا هنا كل حاجة كنت شغالة بالويم، بس ممكن تعملوها بالمسطرة بالمقاسات تطلع معاكم مظبوطة اكتر. ممكن ابقى اعمل لكم فيديو تاني نوضح فيه بالمقاسات اكتر للناس اللي هي ايه بتحب الحاجة مظبوطة بالظبط. بس انا استسهلت بصراحة هنا ان انا اعمله كده. في النهاية لما الورق بيجي على بعضه ما بيبانش التفاصيل الصغيرة قوي. هنا برضو نفس القصة، تنيت المثلث بنفس الطريقة اللي عملت بيها قبل كده، والقاعدة بتاعة الفانوس نفس الطريقة تنيتها كده. كل الزوايا بتاعة المثلث بتاعة رأس الفانوس والوسط والقاعدة اللي تحت كلهم بيبقوا بيقابلوا بعض، كل نهاية زاوية بتقابل الزاوية التانية. اهو هنا تنيته وضغطت كويس جدا، ونفس الطريقة عند قاعدة الفانوس. كده يبقى احنا رسمنا شكل الورق. نبتدي نعمل ايه بقى؟ ورقة 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 ورقة. طبعا ولادك ممكن يساعدوكي في الخطوة دي، سهل جدا، الولاد الصغيرين يقدروا يعملوه. ومفهوش يعني، هو بس القص في الاول خالص، باقي الشغل كله يقدروا الاطفال يساعدوا فيه وهيتبسطوا بيه جدا. وخصوصا انا هنا استخدمت كتاب انا مختاره ان الوانه بتكون كتاب القيم والاخلاق بتاع الوزاره، بيكون الالوان بتاعته كده حلوه قوي، والورق بتاعه زي ورق المجلات، فكان حلو جدا بصراحه. نبدا نفرطهم كده ونحاول ما نضغطش قوي على تانية الورق علشان يدي فوليوم كده للفانوس. هنعمل نفس الطريقة في كل اللي تانيناهم، نشيل ورقة ورقة ونتنيها كده. انا طبعا مسرعه لكم الفيديو. بنفس الطريقة كده تقريبا نص الفانوس بتاع يعني نص القاعدة عملتها. دلوقتي انا في النص، في نص الفانوس. نعمل بنفس الطريقة كده، نفرط الورق من بعضه عند التانية اللي احنا ضغطنا على الورق عندها، فعملت علامة في الورق كله، فبقى سهل ان انا مش هقعد اظبط ورقة ورقة يعني. دي تقريبا اسهل طريقة تقدروا تعملوا بيها فانوس صغير وما بياخدش وقت خالص ولا بياخد ادوات، يعني هو يدوب مقص واي رباط عندك. انا كان عندي الشريط ده، بس عادي ممكن تعملي باي خيط صوف، اي حتة خيط صوف، خيط خيش، حتى لو خيط عادي تعمليه كذا طبقة مع بعض، 3 4 طبقات بس عشان ما يتقطعش بسهولة، وتقدري تعملي الفانوس بنفس الطريقة يعني. ف هنا كان في حتة ورقة طلعت زيادة شلتها عادي يعني، واكمل ان انا افرط الورق بتاع الفانوس ورقة ورقة عشان يدي الافكت او الفوليوم بتاع الفانوس. زي ما انتوا شايفين كده سهل خالص خالص وما بياخدش اي وقت، وبجد الولاد بيتبسطوا بيه جدا، وخصوصا ان حاجة هم عاملينها زي بتعلمهم عادة التدوير يعني، بتنمي حاجات كتير عند الاطفال بصراحة، يحسوا باجواء رمضان ويبداوا يشتغلوا معاكي. بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين ده كده راس الفانوس. بدأت ان انا اتنيها كويس الورق وفرطه من بعض. كده خلصنا وش الفانوس الناحية دي. هنبتدي نقلب الفانوس في الاتجاه التاني. انا بس كنت بظبط الورق عشان يبقى شكله كويس. ببتدي اقلب الناحية التانية. اظن كده بدأ شكله يبقى واضح اكتر ليكم، وتبقوا عارفين في النهاية هيبقى شكله عامل ازاي. الخطوة دي زي ما قلت لكم ولادكم يساعدوكم فيها. بنفس الطريقة دي نقدر نعمل فانوس بأي حجم احنا عايزينه. هي بس الفكرة ان احنا
طريقة ان احنا بنربط الورق مع بعضه. نقسم مقاسات 3 مقاسات متساوية، نختار شكل الفانوس وبناء عليه نقدر ننفذه. بيبقى حلو جدا وبنقدر نستفيد بالكتب القديمة اللي عندنا او الكراسات والورق القديم. ممكن يتعمل كمان بالكراسة عادي، اي كراسة قديمة يعني. انا مسرعه الفيديو شويه، بس هو عامه حتى من غير تسريع الفيديو انا بس عشان ما تزهقوش، هو اصلا ما بياخدش وقت يعني. هو تقريبا بدايه ما بدات التصوير لحد ما خلصت كان تقريبا نص ساعه الفانوس كله. ده عشان انا اللي عاملاه. طبعا لو ولادكم هيساعدوكوا هياخد معاهم وقت، هيبقوا مبسوطين جدا. هما بيحسوا ان هما بيعملوا زينه رمضان والاجواء اللي كنا بنعملها زمان، وبنقعد نعمل زينه ونقصقص ورق ونعمل حاجات بالكراسات والكتب القديمه. اهو زي ما انتوا شايفين في الفيديو انا ما قصيتش اي حاجه خالص ولا وقفت الفيديو، بخطواته كلها. زي ما قلت لكم الخطوه دي ممتعه جدا على فكره، الخطوه دي مسليه. انا هنا كنت بوزع الكشكشه بس عشان تبقى ايه، داير ما يدوروا مظبوطه. هنا كانت اخر حته في قاعده الفانوس، بعدها الشكل هيبدا يوضح جدا معاكم. اهو بنفس الطريقه. وكده الفانوس تقريبا خلص. اخر حاجه انا كنت بعملها ان انا كنت عايزه اعمل لها مكان فوق يتعلق منه، فدي عملتها بسهوله. هتشوفوا دلوقتي هاخد حته خيط او الشريط ده، هقصها على المقاس اللي انا عايزاه بطريقه عشوائيه جدا. ممكن انتوا تبقوا منظمين اكتر، هي بس بوضح لكم الفكره، وانتوا طبعا كل واحد بيعدل بالطريقه اللي تناسبه. انا هنا كنت بدخلها في الخيط اللي انا ربطاه في الاساس في وسط الورق، وهربط ربطه كذا ربطه كده، وبعدين هبتدي ازق الدايره دي بحيث ان المكان اللي مربوط منه يكون بس مستخبي تحت، ما يبقاش باين فوق، عشان يبقى شكله كويس شويه. هنا كنت بعمل كده اهو، شديته من ناحيه بحيث ان يبقى ايه الربطه بس مستخبيه، وكده يبقى الفانوس جاهز معانا وبقى خلصان. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، يا رب تكون عجبتكم.